السلام عليكم على كل متابعيني الكرام. ولو أول مرة بتشوفني ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك. نيللي كريم تكشف تفاصيل أحدث أفلامها هابي بيرث داي. تحدثت الفنانة نيللي كريم عن أحدث أعمالها فيلم هابي بيرث داي واللي انتهت من تصويره. وكشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل الفيلم وقالت خلال لقائها مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في تغطية خاصة من مهرجان العالمين الجديدة: القصة بسيطة جدا، بتتكلم عن أم مطلقة عندها بنت وفي نفس الوقت عندها الشغالة بتاعت مامتها في نفس سن البنت والاتنين أصحاب. ومن هنا بنشوف القصة هي فكرة جديدة ومختلفة وهو فيلم خاص جدا. وعن تقديم فيلم استعراضي قالت الفنانة نيللي كريم إنها بتتمنى كده، لكن هذه النوعية من الأفلام بتحتاج لإنتاج كبير. مضيفة: أنا حابة لو هعمل مسرح تاني أعمل حاجة موسيقية أو أكتر أو فيلم استعراضي، لكن هي مكلفة جدا في أغاني واستعراض، محتاجين المنتجين يتشجعوا. واتكلمت الفنانة نيللي كريم عن تعاونها مع المخرجة سارة جوهر في أول أفلامها، وقالت مش قلقانة، أنا قبل كده عملت كذا تجربة مع مخرجين جداد، وأنا بحب أشتغل مع مخرج جديد بيبقى عندهم حماس، وكلنا كنا جداد في يوم من الأيام، كل واحد ليه أول مرة، وأنا بحب أجرب أشتغل مع ناس جديدة ومشاريع مختلفة.